لو فاكر ان جوجل مابس تفضل طول عمرها تقول لك بعد 300 متر اتجه الى اليمين، يبقى اتفرج معانا للاخر عشان اللي جاي ده حماده تاني خالص. في اخر ابديت جوجل مابس بقت شغاله بجوجل جيميناي، يعني خلاص ودع بقى الكلام المعلب بتاع زمان ده. بدل ما يقول لك الدوران الى اليمين هتسمع ادخل شمال بعد محطه البنزين اللي على يمينك دي يا اسطى. اه والله زي ما بقول لك كده، بقى بيكلمك زي صاحبك او صاحبتك اللي راكبه جنبك، يا رب بس ما تسوحكش زيها. بقيت تقدر كمان تقول له يا مابس انا جعان ومش من ايجيبت هنا، هات لي مكان اكل فيه سوشي على طريق. جيميناي هيفهمك ويدور ويقارن وتشوف الريفيوز على جوجل مابس ويطلع لك احسن اختيار، ولا اجدع حاجايت ايجيبتاوي مولود في زيك. الملاحه نفسها بقت طبيعيه، يعني بدل ما يقول لك مثلا شارع 48 هيقول لك عند نزلة اسطورات صقر يا رياس. الموضوع فعلا بقى واقعي لدرجه مرعبه. يا رب بس ابقى زي الاسماعيلاويه، خطوتين قدام يا باشا وتلاقي نفسك وصلت بورسعيد والخطوتين لسه ما خلصوش. خليك معايا، لسه انت رحت فين؟ تعال. دلوقتي كمان بقى تقدر تساله اسئله كتير في نفس الجمله، زي مثلا اشحن فين عربيتي الكهرباء بس ما تمشينيش في الزحمه والنبي. والمفاجاه انه هيقدر يجاوب لك على الاثنين بدون اي لخبطه. فاكرني خلصت؟ تايه ومش عارف انت فين؟ سهل، افتح الكاميرا صور اي مبنى جنبك واساله ايه ده يا معلم جوجل وانا فين دلوقتي؟ هيرد عليك في نفس الثانيه ويقول لك انت في شارع كذا والمبنى ده اسمه كذا. كمان بقى تقدر تبلغ عن حادث او تطلب كمان تحديث للزحمه. كل اللي انت محتاجه انك تقول له بصوتك بس وهو هينفذ اللي انت عايزه فورا. مفيش بقى شغل تدور بنفسك وخش على الفيسبوك وشغل هتلاقي القديم ده خلاص. باختصار جوجل مابس دلوقتي ما عادش جي بي اس بس، بقى مساعد شخصي فاهمك وبيتكلم زيك وبيسوق معاك. الميزه دي اتوفرت فعليا في امريكا خلاص، وجوجل قالت انها جايه لبلاد اكتر خلال الاسابيع والشهور الجايه. محدش حدد مصر هتيجي فيها امتى، بس اعتقد ان احنا هنشوف قريب جدا ان شاء الله. انا شخصيا مستني اللحظه اللي اقول فيها جوجل مابس هو الشارع زحمه ليه كده؟ هي دي حادثه ولا ايه؟ فيرد عليا يقول لي اه يا باشا ده ميكروباص دخل عكس، دخل في عربيه طماطم والشارع كله بقى صلصه. مين متحمس زي الابديت ده انه ينزل مصر؟ قولوا لي في الكومنتس، وقولوا لي كمان ايه الحوارات اللي انتم متخيلين ان هي ممكن تبقى معايا. وسلام.